أمر البينج من الأوامر اللي بنستخدمها كتير جدا في النتورك تيستينج. ممكن تكونوا انتوا عارفينه من كورسات الCCNA والCCNP، وهو ان انا بعمل بينج وبقوم كاتبه بعديه يا اما الاي بي بتاع الجهاز اللي انا عايزه اوصل له، وفي الحاله دي بيبتدي تيست زي ما انتوا شايفين وبيعمل لي الاربع اختبارات اللي هو بيقوم بيهم، وبيقول لي عدد البايتس اللي هو بعتها، الديستنيشن اللي هو بعت عليه، ده بنسميه الراوند تريب تايم او الوقت اللي انا رحت وجيت فيه للديستنيشن، والتايم تو ليف بتاع الباكت. فزي ما انتم شايفين في 4 باكت اتبعتوا ايكو وجالي عليهم 4 ايكو ريبلايز. لو انا ممكن بدل الاي بي ممكن اكتب له اليو ار ال او اسم الجهاز، يعني اكتب له مثلا www.google.com وهيطلع لي برضو بنفس الطريقه ان هو هيطلع لي الاربعه باكت الاختباريه اللي هو قام بيهم بالتفاصيل بتاعتهم. تحت برضو بيجيب لك ملخص بعت قد ايه، استقبل قد ايه، القصص دي كلها. ممكن برضو تقولوا له بينج على الاسم اللي انتوا عايزينه، ووارد جدا الجهاز ده يكون ليه عنوان IP version 4 وليه عنوان IP version 6. لو انتوا كتبتوا له -4 يبقى انتوا عايزين تعملوا بينج على الفيرجن 4 ادرس، اما لو عملتوا له -6 يبقى انتوا عايزين تعملوا بينج على الفيرجن 6 ادرس. كمان من الحاجات اللطيفة جدا في امر البينج ان انا ممكن احدد عدد الباكتس الاختبارية اللي انا بقوم بيها. يعني هو باي ديفولت بيعمل 4، ممكن انا اقول له -n واكتب له العدد اللي انا عايزاه. يعني لو كتبت له مثلا 7 يبقى انا كده عايزاه يقوم ب7 باكت اختباريين بس. زي ما انتم شايفين هيعد 4 5 6 7 وهيقوم واقف. لو قلت له مثلا 3 يبقى انا كده بقول له اعمل 3 باكت اختباريه ايكو باكتس ويجي لي بيهم الايكو ريبلايز بتاعتهم وخلص الموضوع على كده. لو انت عايز العدد يكون غير محدود فممكن تقول له مسافه -t، يبقى مسافه -t دي بيفضل يعمل بينج لحد ما انت توقفه، انما هو مش هيوقف ابدا لوحده. علشان توقفه بتعمل له كنترول سي، وبكده تقدر ان انت تعمل اي امر تاني غير البينج بعد كده، وبكده تبقى انت وقفت كمان امر البينج اللي كان شغال طبعا. لو انت حابب ان انت تغير السايز زي ما انتم شايفين هو بيبعت عدد البايتس 32، طيب لو انا عايزه اغير العدد ده فجيت قلت له -l واقوم كاتباله القيمه بتاعت السايز اللي انا عايزاها. خدوا بالكم ان القيمه دي مش بالبايت، فلو جينا بصينا هتلاقيه بيقول لك ان انا بعت كام بايت والسنت كاتب لك بين قوسين ال1000 اللي انت كتبتهم له في الامر ده. لو انا عايزه اغير السايز كمان وارد جدا يكون الجهاز بتاعك فيه اكتر من كارت شبكه في نفس الوقت، فعندك اكتر من اي بي. طب افرض انا عايزه ابعت البينج باكيت دي من اي بي معين، وبتحصل كتير وبالذات لما يبقى انت موجود في اكتر من شبكه في نفس الوقت، فانا عايز ابينج من اي بي معين من سورس معين عندي. لو احنا عملنا اي بي config مسافه /all هيطلع لك كل كروت الشبكه بتاعتك بكل الاي بيات بتاعتهم. الكارت اللي انا كونكتد منه دلوقتي هو ده، فلو انا عايزه يبقى هو ده السورس بتاع الباكت بالذات فبقول له بينج على الديستنيشن اللي انا عايزاه وبكتب له -s واقوم كاتباله الاي بي اللي انا عايزه يحصل منه عمليه البينج بتاعتي. كده ابقى ضامنه ان الباكت دي طالعه من الكارت ده بالذات. خدوا بالكم ان -s اللي في الامر الاس دي كابيتال مش سمول، لان الاس سمول ليها استخدامات اخرى. طب لو عايزين نشوف كل الاوبشنز بتاعه البينج كوماند نعمل ايه؟ بنقول له بينج مسافه سلاش علامه استفهام وانتر، هيطلع لك كل الفاريشنز اللي ممكن تحطها والاوبشنز اللي ممكن تزودها على البينج كوماند وتقدر ان انت تستخدمها في الاختبارات بتاعتك. يا رب يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم. لو استفدتوا يا ريت تعملوا لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله.